النهارده في احد المناطق الشعبيه الفقيره. احنا جايين دلوقتي عشان نشوف حكايه عم سعيد المواطن المصري الفقير، وعايزين نعرف ايه اللي وصله لكده، وايه اللي عمل في كده، وايه اللي وصله لكده. فتعالى نشوف حكايه عم سعيد المواطن المصري الفقير. عم سعيد، فتعالوا معانا نستكشف البيت اللي الراجل الفقير ده عايش فيه. ده طبعا جزء من البيت اللي عم سعيد عايش فيه. ده حاجته وعدة الشغل اللي شغال بيها، بيطلع بيها الصبح ويرجع بيها بالليل. وتعالى نخش نشوف بقى المفروض ده المطبخ، ده الحاجة اللي بيطبخ فيها ايه، ده الحوض دوبك بس كوبايات شاي بيشرب فيها شاي والسكر، حتى ما عندوش أي حاجة ياكلها حتى في البيت. تعالوا نشوف الحمام. ده حمام عم سعيد. تعالى كده، تعالى شوف. بص، ده حمام عم سعيد اللي هو يعني قاعد هنا كده وبيعمل كل حاجة هنا. تعالى بقى نشوف عم سعيد قاعد فين. سعيد، عم سعيد، بص كده أنا هو نايم والله من التعب، بس احنا لازم نجيله عشان هو بعت لنا جواب، فلازم نيجي نشوف هو محتاج ايه ونعمله. عم سعيد، معاك برنامج حكاية الخير، فكنت بعت لنا جواب، كنا عايزين نعرف حكايتك ايه وايه اللي عمل فيك كده وانت محتاج ايه مننا. عايزين نعرف حكايتك بقى وايه اللي وصلك اللي انت فيه ده. أنا تعبان ومش قادر أأكل عيالي ولا عارف أعمل حاجة، وكلهم سابوني ومش مشوا من البيت. والله يا باشا أنا مش عارفة. كلهم سابوني ومشوا وطفشوا وسابوني قاعد في حالي كده في البيت، مفيش لقمة أكلها ولا في أي حاجة، هدومي متقطعة ومفيش لقمة أكلها. أنا كنت داير كبير والله، وخسرت فلوسي كلها وبقيت على نايم على نص حديد، ومش قادر والله أعيش ولا عارف أعمل حاجة. والناس كلها كانت بتبصلي في الشارع وإحنا راسها مرفوعة لفوق. دلوقتي بقى أي حد يشوفني بيدوني فلوس كأني شحات. والله ما ناكل والله، ولا حتى رغيف العيش بقى قد كده، اللي كانت طويلة عريضة وبنكلها بتشبعنا دلوقتي مش لاقيينها. مبقاش فيه حتى البلح حمات الأحمر والأصفر والأخضر، كل الكلام ده مبقتش عاجبه خالص. كنت زمان يا بيه بدخل على العيال بكيس لحمة ياكلوه يبوس وديهم والله. دلوقتي مبقتش عارف أعمل إيه والله يا باشا، مبقتش عارف أعمل إيه. حكايتك والله، واحنا ما نقدرش ما نلبيش الطلب بتاعك. هات يا طاهر الحاجات اللي احنا جايبينها لك. ده ايه ده؟ من برنامج حكايات الخير، جايبين لك سويتشيرت بدل اللبس اللي متقطع ده عشان تتدفى في البرد اللي احنا فيه والمطره والتلج وبرضه جبنا لك شوربه عدس، وجبنا لك بصل عشان البرد اللي احنا فيه، وجبنا برضه يا جدعان عدس اهو عشان كلنا ناكل بعد البرنامج ونقعد مع عم سعيد في بيته. يلا عم سعيد، ده اهداء من برنامج حكايات الخير ليك، ويا رب نشوفك في حال احسن ان شاء الله. انا عايز اطلب منك طلب، عايز تهدي ايه اغنيه لمصر في الظروف اللي احنا فيها. أنا بشكر برنامج حكايات الخير اللي هو اداني عدس ما كلتوش بقالي سنة، واداني جاكيت ب150 جنيه أبيعه واستغطى بيه. والله بحب أشكركم والله، أنا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي والله. ونفسي أسمع أغنية واحدة بس والنبي، أغنية المستشفى. Remix by Joker DJ.
معاكم جيري عجوز اللي هو كان عامل عم سعيد، طبعا حبيبي واخويا اللي كان بيصور محمد طاهر، وطبعا يا جدعان المذيع احمد، وخلصانه وانتظرونا في الفيديو القادم.